في الساعات الأخيرة انتشر فيديو غير أخلاقي على تطبيق تيك توك للشخصية المؤثرة سيسيتو ليشو، مما أثار الكثير من الجدل والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعتبر سيسيتو من الشخصيات المؤثرة على الإنترنت، حيث تقوم بتوفير محتويات مثيرة للجدل في عدد من المجالات. وسوسيتو ليشو هي ناشطة ليبية من مواليد عام 1995، وتبلغ من العمر 28 عاما في هذا الوقت، وهي من الشخصيات المؤثرة على الإنترنت، حيث تقوم بتوفير محتويات مثيرة للجدل في عدد من المجالات. وفي الفيديو الذي انتشر مؤخرا، ظهرت سوسيتو ليشو وهي تقوم بأفعال غير مقبولة بالنسبة للكثيرين. وبعد انتشار الفيديو، تعرضت سوسيتو للانتقادات اللاذعة والهجوم الشديد من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد انتشار الفيديو، حيث اعتبره البعض فضيحة وتصرفات غير مقبولة، وقد طلب البعض بمقاطعة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وإلغاء عقود الإعلانات التي تتعاون معها. وظهرت سيسيتو في مقطع وهي تتحدث مع شاب يدعى ياسين التونسي، حيث كانت ترتدي ملابس خادشة للحياء وتستخدم كلمات غير لائقة وغير ملائمة لأخلاقيات المجتمع الليبي المسلم. وسيسيتو ليشو هي ناشطة اجتماعية تعرف بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من مواليد دمشق وتحمل الجنسية السورية وتعتنق الديانة الإسلامية. لقد اشتهرت بعدد من الفيديوهات التي نشرتها عبر حساباتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتحدث فيها عن مواضيع اجتماعية وثقافية وتعبر عن رأيها فيها. وقد انتشر مقطع فيديو سيسيتو الفاضح كالنار في الهشيم في الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وتويتر وفيسبوك وتليجرام، مما أثار فيديو سيسيتو انتقادات رواد السوشيال ميديا، مطالبين الأمن والشرطة بسرعة ضبط سوسيتو وسحب الرقم الوطني وترحيلها من البلاد، والتي أخذت اهتماما كبيرا وواسعا في الساعات الأخيرة. وبكده كنا قلت لحضراتكم بعض التفاصيل حول الجدل المثار حول فتاة التيك توك سيسيتو ليشو. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.